السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف بقينا بنسمع عن دولار للسيارات ودولار للأجهزة الكهربائية ودولار للأدوية. دلوقتي بقينا شايفين دولار الذهب. اللي بيفهم بيريح. علشان خاطر دولار السيارات وصل ل50 جنيه بقينا عايزين نعمل الذهب زيه. مفيش اختلاف، تتفق او تختلف معايا، بس برضو مفيش اختلاف ان دلوقتي سعر السوق السوداء هي اللي بتتحكم في السوق الرسمي، وان مصر فيها كمية دولارات رهيبة وكتيرة، بس في السوق الموازي مش في السوق الرسمي ومش في البنوك. السوق السوداء دلوقتي هي اللي بتتحكم في السوق الرسمي، وبقينا شايفين سعر الدولار في السوق السوداء هو اللي سايق، اما البنك ركن على جنب. وده نظرا للاحداث الاقتصاديه اللي احنا شايفينها في البلد دلوقتي. اللي مخلي السوق السوداء هي اللي سايقه الفتره دي الاشاعات، وحط تحت كلمه الاشاعات مليون خط. الاشاعات الفتره دي عامله حاله من الذعر عند المصريين. الحق روح اشتري، الدهب هيوصل ل 3000، والحق روح بيع، الدهب هيوصل ل 1700. ما بقيناش قادرين نفرق ما بين ايه وقت الشراء وايه وقت البيع. وخلي بالك الاشاعات الفترة دي قادرة وكفيلة ان هي تحول منظورك واتجاهاتك من الصح للغلط والعكس برضه. طيب ايه اللي حصل يوم الحد 21/5؟ خلى الذهب شفنا رفع لحد 2540 جنيه لعيار 21، بعد ما شفنا الكام يوم اللي فاتوا 2190 جنيه لعيار 21. وايه اللي حصل؟ طول ما مفيش بيانات وان احنا مفيش حاجة متابعينها الفترة دي ممكن تلخبط السوق. ايه اللي حصل رفع الدنيا كده؟ هقول لك لان اللي داخل دلوقتي في الصورة هو سقف الدين الامريكي، وحط تحت سقف الدين الامريكي ده مليون خط، لان هو اللي هيحدد السوق الفترة اللي جاية. هحط قدام عينيك كل حاجة وانت صاحب قرارك، وهقول لك برضو وجهة نظري تعمل ايه. ونرجع تاني للنقطة، هل هنشوف 2150 لعيار 21 ونجزأ منها ولا لا؟ ركز معايا ويلا بينا. السلام عليكم. قبل اي حاجة خلينا نجزأ الحلقة سعر محلي وسعر عالمي، وخلينا نبدأ بالمحلي. هل من الطبيعي والمنطقي ان انا النهاردة اشتري ذهب واحط فلوسي واحافظ على فلوسي من التضخم واحافظ على القوة الشرائية ليها على سعر دولار مستقبلي 44 جنيه؟ الاجابة والاكيد لا. يوم الحد 21/5 سعر الدولار كان عامل للأونصة كان عامل 1978، وعيار 21 كان مسجل 2540. معناه ان الدولار كده متسعر على 44 جنيه. ده كده وقت شراء ولا وقت بيع؟ لا طبعا ده وقت بيع مش وقت شراء. ما بنشتريش الذهب وهو سعره رافع، انا كده مش بحافظ على فلوسي النهارده. وللاسف التجار فهمت دماغ المصريين، لما وقت الذهب بينخفض محدش بيروح يشتري. طب انا النهارده الناس بتروح تبيع، طب انا النهارده اعمل ايه كتاجر؟ ارفع السعر. اللي معاه ذهب هيفضل ماسك فيه مش هيروح يبيعه، واللي عايز يشتري هيقول لك الحق ده كده هيرفع اروح اشتري. هنا مسك العصايه من النص. هل من الطبيعي ومن المنطقي يا مؤمن ان انا النهارده افضل العب في الاسعار طول اليوم؟ ارفع السعر ب 130 واجي على نص اليوم انزله 80 واجي على اخر اليوم ارفعه تاني؟ ده لعب بعقول الناس ولعب باعصاب الناس، وللاسف احنا اللي عملنا كده. ولازم تكون واخد بالك من الفرق ما بين انك تروح تشتري ذهب فالسعر يزيد، ده اسمه عرض وطلب، وانك تروح السعر يزيد فتشتري ذهب، ده اسمه كده خوف على فلوسك. انت كده مش بتخاف، انت كده بتحبس فلوسك فترة، لان الدولار على سعر 44 مش هيوصل له دلوقتي. ده بما يخص المحلي. تعال بقى نتكلم على العالمي. بالنسبة للعالمي مفيش حاجة ومفيش بيانات الفترة دي نقدر نقول ان هي ممكن تغير سعر الذهب. يعني مفيش بطالة، مفيش تضخم، انما لازم أن تكون فاهم قبل ما اشرح لك حجم الاقتراض اللي مقترضة امريكا. مقترضة بحوالي 31.4 تريليون دولار، ده بنسبة 11% من اجمالي الدين العام العالمي. اجمالي الدين العالمي هو 303 تريليون دولار، امريكا مستحوذة منهم على 11%، وده رقم مش قليل، ده رقم كبير. المشكلة هنا ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. الجمهوريين ده متمثل في كيفن ماكارثي، وده المتحدث باسم مجلس النواب الامريكي. كونجرس الامريكي رافض انه يرفع سقف الدين الا لما يقلل الانفاق وبعد كده يحل مشكلة الضرائب. اما بالنسبة للديمقراطيين فده بيتمثل في الرئيس بايدن، وان هو موافق والديمقراطيين كلهم موافقين ان هم يرفعوا
سقف الدين. وخلي بالك لو مشكلة سقف الدين دي ما اتحلتش سعر الذهب هيرفع، وهيرفع عالي جدا. بس في حاجة ونقطة الناس مش واخدة بالها منها، ركز معايا. آخر مهلة للأحداث دي يوم 1/6. لو ما تمش الاتفاق ما بين الكونجرس وما بين الديمقراطيين هتقول لي ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي بقى الذهب يسافر والدنيا تبوظ. هقول لك خد بالك بقى من نقطة محدش بيذكرها خالص، ان الرئيس بايدن من حقه في الدستور المادة رقم 14 انه من حقه ياخد القرار برفع سقف الدين الامريكي بشكل احادي دون الرجوع لحد. امريكا لما بتحب تكون ديمقراطية بتحب، ولما بتحب تكون ديكتاتورية برضه بتحب. علشان كده انا شايف ان امريكا مش هينفع تضحي بخطة الاصلاحات اللي هي عملتها من اول مارس 2022 لحد النهاردة، ولكن هي ماسكة العصاية من النص. في مفاوضات بتوري العالم ان هي ديمقراطية وبتحل، لكن في الاخر هي مسألة وقت وهيحل سقف الدين. اي حد يقول لك ان الذهب هينزل ل 1700 و1800 و1850، انا رأيي الشخصي ما تستناش الارقام دي، لان حضرتك مش هتشتري عليها. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان الارقام دي على سعر دولار السوق الرسمي اللي هو البنك 30 جنيه 95 قرش. وطول عمر الفترة اللي فاتت وعلى مدار 15 سنة دولار الصاغة بيمشي سوق سودا، مش بيمشي دولار البنك، وبيمشي دولار تحوطي. فهمشي معاك لو العالمي نزل ل 1900، مش هقول لك 2000 دولار، نزل ل 1900 دولار للأونصة وما حصلش تعويم وتأخر التعويم، السوق الموازي مش هيتخطى ومش هيطلع لفوق اخره 35 36. فكده مش هتشوف عيار 24 اللي عند 2250 وعيار 21 عند 1950. علشان كده انا عايزك تركز وتكون فاهم وعارف الحسبة زي ما شرحناها في الحلقة اللي فاتت. ركز علشان انا مش جاي اضرك، وافهم. عشان كده تابع حوار سقف الدين الامريكي، واي تصريح هيخرج من البيت الابيض او من كيفن ماكارسي الكونجرس او من الرئيس بايدن هيأثر على الذهب اذا كان سلبيا او ايجابيا. طيب بعد كل الدوشة اللي انا صدعتكم بيها دي، نشتري ولا لا؟ برضو هقول لك للمرة المليون، بلاش شراء في وقت ارتفاع، لازم نستنى لحد ما ينزل. وكل اللي احنا شايفينه ده تذبذب في السوق، وليه سبب حوار سقف الدين، ونستنى ونشوف الدنيا هتروح لحد فين. في الاول والاخر ده رأيي الشخصي، ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، ومش بلزم حد بيه، مش بقول لك اعمل، بس انا دوري هنا ان انقل لك الصورة بما يرضي الله. اقتنعت بيها على راسي، ما اقتنعتش برضو على راسي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد ليه استفسار او ليه تعليق سيبولي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.